السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل اللي انتوا دايما تكونوا بخير. واتمنى منكم لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا شفتوا في الفيديو اللي فات اللي انا وابو عمر كنا طالعين ناخد جولة كده في الشقة اللي فوق. ابو عمر طبعا كان طالع معايا الفيديو اللي فات محروق، فده يعتبر تكملة الفيديو اللي فات. هنا طبعا احنا كنا طالعين نروق السطح ده وننقل الفراخ، لان العشة ديت صغيرة عليهم. هما ما شاء الله ضمت مقلبين على بعض، نوع كبير ونوع صغير، فحطيناهم مع بعض وبعد كده لقينا العشة صغيرة عليهم، فاحنا طالعين ننقلهم في أوضة تانية تكون كبيرة وواسعة علشان خاطر المكان يبقى واسع ويكبروا بقى ويتنططوا ويعيشوا حياتهم. والفرخة والديك اللي هم أمهم وأبوهم هننقلهم هنا، هم سبب الرزق اللي احنا فيه. أنا عاوزة أقول لكم يا جماعة والله العظيم انت ممكن تعملي أي مشروع من مفيش. يعني أنا جبت فرخة وديك، مش أنا حتى اللي جايباه، عمر ابني اللي كان جايبهم. وطبعا احنا كنا لسه في البلد ومفيش مكان نربي فيه، فهو حطني قدام الامر الواقع بمعنى اصح. فطبعا رحت وديتهم عند دار ابويا عبد الرافع اللي هو خالي. ربنا يوسع عليهم يا رب ويجعلها مفتاح بحسهم. فخدوا الديك والفرخة، قسمناها ما بينهم. يعني الفرخة طلعت، يعني لما باضت وطلعت الخير اللي جه منها اتقسم علينا احنا الاتنين، اصبح اللي هو بقى رزق لنا وله. بعد كده لما احنا نقلنا في الشقة هنا، وطبعا في شقة في عشة فوق السطح زي ما انتم شايفين كده، فقلنا اللي احنا نجيبها. انا عاوزة اقول لكم اللي العشة دي مش احنا اللي عاملينها. يعني العشة ديت الست اللي كانت عايشة قبلي هنا، هي اللي كانت عاملاها، لان هي كانت بتربي فراخ بيضة واللهم صل على النبي، وكانت جايبة علافات وسقايات وحاجات من دي. فهي قالت لي انا هسيبهم لك علشان خاطر انا هنقل في شقة، والشقة ملهاش سطح ولا هعرف اعمل عشة ولا هعرف اربي طيور، فانا هسيبهم لك. انا عاوزة اقول لكم سبحان الله ربنا بيعوض. يعني انا لما كنت في بيت العيلة، انا ولا كان عندي سطح، وانا كنت اصلا في دور ارضي، ولا بعرف انشر ولا بعرف اربي حاجة ولا بعرف اعمل اي حاجة. حتى المرة اللي ابني فيها جاب جوزين حمام علشان خاطر اللي هو يعمل، فطلعنا عملنا عشة في الدور الخامس. طبعا السطح بتاع الدور الخامس للبيت كله. انا عاوزة اقول لكم العشة ما عادتش حاجة، وعمه طلع هدله العشة وطير الحمام. فعشان كده بقول لكم ربنا سبحان الله يا جماعة بيعوض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا في حاجات في حياتي اتغيرت كتير، يعني الحمد لله. واما بنعمة ربك فحدث. انا بقيت في نعمة. يعني بقى عندي مثلا سطح، مش سطح بقى، ده شقة. طبعا لما فيها هرستي، لما فيها الفران بتاعي، مربية فيها فراخ. بقى عندي بدل البلكونة 2 و3 و4، بقى عندي بدل الشقة 2، بقى عندي تهوية. يعني أنا كنت في الدور الأرضي عايشة والله العظيم هقول لكم استغفر الله العظيم، يعني كأنها تراب بمعنى أصح. بس الواحد الحمد لله عمره ما رأيت حد ولا عمري بصيت لحد، وكنت بحمد ربنا على طول. وكنت الحمد لله اقول فرجه قريب فرجه قريب. ربنا هيكرمني بعد الصبر جابر. وعشت ولميت على جوزي وعشنا مع بعض على الحلوة والمرة وبما يرضي الله، لحد الحمد لله ما وصلنا اللي احنا فيه. طبعا برضو مش احنا اللي عاملين كل اللي احنا فيه ده. يعني طبعا انا جوزي كان في بيت العيلة في وسط اهله، فعشان كنا في دور ارضي، فطبعا عندنا الشقة كانت كلها رطوبة، والسقف بتاع الشقة كان واقع علينا، والدنيا كانت بايظة خالص. فطبعا البنات بقول لكم يعني هم اللي كانوا عاوزين يخلصوا الاول. فاللهم صل على النبي لما شافوا الوضع كده قالوا لا احنا نصبر شوية. وعمتي الكبيرة لما شافت الوضع، لانها كانت عندنا في اليوم ده، شافت السقف بتاع الصالة واقع وسقف الحمام كان واقع وكنا صلحناه، وسقف الأوضة بتاع الأطفال مشرخ ومشقق، والحيطان واكلانة والرطوبة مبوظة الشقة وريحة الشقة مكمكمة.
قالت ايه انا هكلم الصبيان بدل ما يخلصونا يخلصوكم انتوا الاول عشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. والحمد لله هو ربنا فرجها علينا من كده، ربنا مسبب الاسباب. الحمد لله. طبعا على قرشين كنت عيناهم، على قرشين استلفتهم، والحمد لله بدأت اللي انا سد وفقت وعملت بقى زي ما انتوا شايفين كده. يعني الواحد تابع لما وصل هنا، وانا متعشمة في ربنا خير وعارفة ان ربنا يكرمني كمان وكمان، لان انا طول عمري برضه بقليل، وعمري ما بصيت لحد، وطول عمري لما على جوزي، عمري ما قلت اشمعنى فلانة ديت لابسة دهب، اشمعنى فلان ده راكب عربية، اشمعنى فلان دمت عندهم وانا ما عنديش، اشمعنى هم فوق وانا تحت. عمري ما رعيت حد. انا عارفة اللي ربنا مقسمها دي ارزاق ربنا مقسم، ونصيب. انا خدت نصيبي وخدت رزقي بحلو وبوحش الحمد لله. اللهم لا اعتراض. وعارفه اللي ربنا على طول مخبي لي الاحلى. انا عمر ما جه عليا يوم يا جماعه وربنا سابني في حاجه. انا كان بيجي عليا ظروف، يعني عاوزه اقول لكم والله العظيم كان ما يعلم بها الا ربنا. عمر ربنا ما غزلني في حاجة، عمر ربنا ما سابني في حاجة، وطول عمري متعشمة في خير في ربنا، وطول عمر ربنا واقف معايا. الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده ايه، انا وابو عمر، هو انتوا عارفين طبعا اللي هو تعبان وواخد اجازة مرضية، فطبعا الدكتور قال له ايه اتحرك وروح وتعال عشان ايه تعرق وتحرق السكر اللي في جسمك وكده. فغير كده كمان ابو عمر بيحب الطيور وبيحب الجو ده، فقال لي لما لقاني طالعه فوق قال لي تعالي يلا ايه انا هاجي معاكي. قلت له طب انا هصور وبتاع، قال لي انا هاجي معاكي وهظهر معاكي وهنعمل كل حاجه سوا. ربنا يخليه لي يا رب ويديه الصح. عاوزه اقول لكم والله العظيم ايد لوحدها ما بتسقفش. هو طول عمره الصراحه معايا كده. يعني هو مثلا كان طباخ في الجيش، اكون مثلا تعبانه مش قادره في مشوار ممكن هو يطبخ بدالي، في شغلانه مثلا هتبقى تقيله علي يعمل معاي. مش عيبه يا جماعه عمر الشغل مع، يعني عمر ما الواحد يشتغل مع مراته دي تقلل منه حاجه، ده بالعكس هتزيد في عين مراتك وهتبقى العلاقه حلوه، وديت موده ورحمه وربنا ذكرها في القران. اهل عيبه في كده. في ناس بقى شايفاها اللي هو عيب وما ينفعش، وانت راجل وانت ست وانت ليك دور وهو ليه دور. لا يا جماعة ما فيش ما بين الراجل ومراته ادوار، ولا في ما بين الراجل ومراته تفرقة. ده اللي انا اعرفه. الراجل ومراته بيكملوا بعض. زي مثلا ما مراتك بتشيلك في الحلوة والمرة، انت شيلها في تعبها وفي حلوها. يعني الدنيا من ده على ده. ربنا ذكر ده كده برضو في القرآن، المودة والرحمة. فربنا كده يهديلكم الحال ويألف ما بين قلوبكم كده يا رب، ويصلح حالكم قادر يا كريم، ويهدي العاصي قادر يا كريم. انا عاوزه اقول لكم بقى اللي اول حاجه بدأنا بها الأوضة طبعا اللي هننقل فيها الفراخ. هي أول حاجة كنسناها، وأبو عمر عمل اللهم صل على النبي حتة قماشة سدة كده على الباب، وعمل برضه على الشباك علشان خاطر ايه الفراخ ما تنطش. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا نقلنا الفراخ من العشة ديت وديناها هناك في الأوضة. وبعد ما نقلناهم كنسنا العشة ديت علشان خاطر ننقل الفرخة والديك في العشة ديت. والله العظيم يا جماعة ما شاء الله علينا، وش السعد ما شاء الله يعني. يعني اول ما الفرخة والديك جم هنا هم عرفوا مكانهم، دخلوا في الخزانة بتاعتهم، وربنا يكرمنا منها ان شاء الله، وربنا يرزقنا جميعا قادر يا كريم. فعشان كده بقولك انت ممكن تعملي مشروع من اقل حاجة. يعني لو عندك بطة بلدي وذكر ممكن يملوا لك البيت خير، وتاكلي منهم وتبيعي منهم كمان. انا برضو عاملة كده الفرخة والديك دمت، انا عاملاهم اكل ماشي، فاض عليا حاجة بعتها ماشي. مثلا لو هذبح منها هتوفر لي حق فرخة من بره، واليوم اللي هذبح منهم هين حق الفرخة اللي هجيبها من بره. مفيش حاجة بخسار، مفيش حاجة بخسار، كل حاجة رزق. المهم اللي احنا نشغل دماغنا. انا عاوزة اقول لكم برضو الكنسة اللي انا بكنسها ديت قابلنا طبعا ازايز وكنزات وحاجات، يعني اي حاجة كانت في الشقة تحت مكركبة
انا كنت بطلعها على السطح فوق. فطبعا اللي كنت بطلعه فوق ده انا مش هرميه، الازايز والكنزات والبلاستيكات والحاجات دي كلها انا مبرميهاش، انا بلم ده كله في شكارة، وانا جنب مني واحد بتاع روبابيكي بياخد الحاجات دي. انا عاوزه اقولك ال50 جنيه ال100 جنيه اللي هتيجي منها احسن ما تترمى على الارض. يعني مثلا الازاز والكنزات والحاجات ديت انت بترمي فلوس. والله يا جماعه احنا في زمن يعني بقى صعب، المفروض نلم على قد ما نقدر ونحافظ على قد ما نقدر، مش عيب. طالما انت مش ماشيه تلم من الشارع مش عيب، هي كده كده الازاز عندك، سواء بقى ازاز حاجه ساقعه، ازايز زيت، عندك مثلا كنزات، جايلك ضيوف وجبت لهم كنزات، عندك بلاستيك طبق قديم انكسر، عندك حله ألمونيا اتطبقت، كل ده بينفع. ما ترموش حاجه يا جماعه. انا زي ما انتوا شايفين كده بلم الحاجة ديت وبيعها. عندي مثلا شوية عيش فايضين عليا، بنشفهم والمهم وبيعهم، لا اما يبقوا اكل للطيور. مفيش اي حاجة بخسارة، كل حاجة بتنفع. انا عاوزة اقول لكم اللي انا وابو عمر عيننا طلعت في الشقة بأمانة، يعني احنا ما قعدناش ولا ونين. وبعدين احنا يعني ده كان يوم الجمعة يعتبر يوم اجازتي، هو كده كده ابو عمر قاعد عشان اجازة المرضية بتاعه. ادي يوم الجمعة بتاعي يا جماعة. والله الواحد ما بيقعد، هو احنا بنقعده اي نعم في البيت، بس ما بنبطلش قعاد في البيت. يعني بقى من طبيخ لغسيل لترويق لكنس لمسيح لطيور لترويق فوق لعيال. والله الله المستعان، ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. زي ما انتوا شايفين كده ما بنبطلش شغل في البيت، فربنا يدينا الصحة ويقوينا قادر يا كريم، وما يرقد لنا جت ابدا، اللهم امين. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احنا طبعا كنا خلصنا الصالة. ابو عمر كان عاوز ينزل، فانا قلت له لا انا مش هنزل الا لما اعمل الشقه كلها على بعضها، لان اصلا المغرب كان ادن في الوقت ده، والدنيا خلاص خلاص داخله اللي هي الضل. فلما لقاني اللي انا هقعد اكمل قال لي خلاص وانا هكمل معاك ومش هسيبك. فزي ما انتم شايفين كده دخلنا للاوضه ديت. ربنا يسامحنا بقى، يعني انا لما بكون بروق تحت وبغسل مواعين وكده، وعندي مثلا كيسة العيش فيها عيش وفايض عليا، اقول لاولادي اطلعوا فرضوه فوق، فهم بيرموه في الاوضه كده زي ما انتم شايفين. الاوضه كلها هرسة عيش، يعني انا قلع شبشبي بره اهوت وداخله الاوضه بقول ربنا يسامحني يا رب. يعني اكيد ديت نعمه ربنا حرام، بس انا هعمل ايه بقى، مضطرين. فزي ما انتوا شايفين كده دخلنا لمينا العيش. العيش ده بقى يا جماعة ده فايض علينا، هاخد اللي اخده منه للفراخ والباقي ابيعه. يعني شوف بقى يطلع له مثلا 50 جنيه من العيش، 100 جنيه من الكراكيب ايا كان بقى، يعني انا بقول مثلا. فشوفي هيتوفر معاكي كام، فكل حاجة مش بخسارة. انا وابو عمر هنا قعدنا نعمل. وطبعا الاوضه ديت احنا مفردين فيها العيش وحاطين فيها البصل، انا مخزنه بصل، انا ما بعرفش اشتري بالكيلو. يعني الله يعين الناس اللي بتشتري بالكيلو دي، انا مش عارفه الصراحه يعني عايشين ازاي. يعني مثلا يجوا يطبخوا، لو مثلا هيعملوا شويه باميه على بيات، يجوا يطبخوا ما يلاقوش عندهم بصل ازاي. لا انا ما بعرفش، البصل بخزنه، الرز انا بخزنه. في ناس ما بتقدرش، بس انت ممكن بشوية كراكيب زي اللي انت شفتهم عندي دمت، ممكن تجمع ازاز زيت، ازاز مية، ورق كرتون، كنزات، حاجات من دي، وتبيعيها وتجيبي بدلها بصل، تجيبي بدلها رز، يبقى خزين في بيتك. فاهمة قصدي؟ امال ما تسيبيش بيتك فاضي. يعني عندك حاجتك حوشيهم، ما عندكش حاجة بيعيهم وهاتي كده زي ما بقولك. هاتي يا ستي 10 في 10، هاتي مثلا الرز 5 في 5. امال ما تسيبيش بيتك فاضي. هنا بقى ابو عمر كان طالع عينه الصراحة، وكان فرحان بشوية العرق اللي هو عرقهم دم، يعني هو مبسوط. انا قلت له انزل انت رايح عشان انت تعبان، قال لي لا انا هعمل معاك وهكمل معاك ومش هسيبك. فعملنا الأوضة هنا سوا، وعيالي طبعا طالعين نازلين كده حواليا، وهو الله يستره ما سابنيش لحد آخر دقيقة. يعني حتى
لما خلصت الاوضه قلت له انزل انت بقى وانا اكمل المطبخ بقى هروقا. قال لي لا برضه هعمله معاكي. هو يا دوبك نزل غسل المسقه بتاع الفراخ وطلع حط لهم الميه وعمل لهم الاكل جنبي. ايد لوحدها ما تسقفش يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده. هو سبحان الله زي ما يكون كل واحد فينا عارف هو وراه ايه وبيعمل ايه. يعني انا بكنس حاجه وهو بيلم الزباله جنبي. هكون مثلا العيش هنلمه سوا. الجردل ده طبعا انا قلت له ايه هنلم فيه العيش الكبير نحطه في الشكاره، والفرافيت اللي في ارضيه الاوضه انا طبعا ايه هلمها تاني في الجردل علشان تبقى للفراخ، نحط منها للفراخ. حرام اللي هي تترمى. فزي ما انتوا شايفين كده يعني هو كان عبى كله على بعضه. قلت له لا، هو دلوقتي لا يا ربي، هو دلوقتي كان خد منهم حبة بيفرفت عشان يحط للفراخ. علشان اي نعم الوقت كان ضلم، بس قلنا ايه علشان الفجر لما بيطلع النهار لما بيشقشق كده الفراخ تقوم ايه تتسلى فيه. وانا هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا اعتبر ايه خلصت كنيس. الواحد الصراحة كان تعب، بس نظافة نظافة احنا مش بنعمل ده كل يوم، يعني هو من وقت للتاني. إيه ولولا ان العيش متبحتر ومتفرفت ومغرق الاوضه كده احنا ما كناش هنعمل. يعني سبحان الله. إيه هو سبب على اننا نعمل. إيه مش سبب واحد، هما سببين. نقلنا الفراخ سبب، والعيش اللي متبحتر ده برضو سبب. زي ما انتم شايفين كده قعدت الاول انا وابو عمر نقينا العيش السليم، اللي هو الحتت الكبيره كده في الجردل علشان خاطر نحطها في الشكاره، علشان خاطر ايه لو فايضة علينا نبيع. والفرافيت الناعمة ديت قلنا ايه اللي احنا اللهم صل على النبي ناكل منها الفراخ. وبعد طبعا من ان الفراخ احنا كان برضو عندنا دواء حطينا لها ايه شوية دواء في المية، وحطينا لها شوية سكر علشان ترد روحهم. السكر بيرد روح الطيور. زينا بالظبط. شوفي انت لما بتبقي حرانه مش او زهقانه مش بتبقي عاوزه تشربي ميه بليمون كده بسكر ترد روحك، هي دي بالظبط زيها. فحطينا لهم شويه سكر وحطينا لهم الاكل وحطينا لهم ايه دواء كده كان عندنا. هنا ابو عمر بقى الله يديه الصحه ايه يعني كان بينقي الزباله من قلب فرافيت العيش. فانا قلت له لا احطه بقى كله مع بعضه علشان والفراخ كده كده هتنقضه، واحنا كده كده بنكنس للفراخ. فهو قال لي لا هروقه على قد ما اقدر. بقى هو بيعمل حاجة وانا بعمل حاجة لحد ما خلصنا وربنا ايه كرم. خلصنا طبعا هنا. وبعد ما خلصنا كان هو بقى نزل يعمل السقايات، يكب المية ويملى مية، وانا وسما دخلنا اوضة المطبخ علشان نكمل ترويق. زي ما انتوا شايفين كده خلينا الدنيا زي الفل. ديت النتيجة النهائية بتاع الأوضة. هو انا هنا بصور بالفلاش لان الدنيا كانت ضلمت، لان احنا اصلا كنا طالعين على السطح حوالي الساعة 6 وحاجة كده. فطبعا خدنا وقت في النقلان بتاع الفراخ، وعلى ما ظبطنا الشباك ونقلنا الفراخ من هنا لهنا، فده كله خد وقت. فطبعا الدنيا كانت ضلمت علينا، فاحنا ايه لولا اللي فيه لمبة فوق اشتغلنا عليها. وكنت طبعا بصور بالفلاش، فمعلش بقى انا اسفة لو الاضاءة مش كويسة اعذروني، بس قلت اصور المقطع علشان اعرفكم انا عملت ايه بالظبط. تعيشوا معايا الاجواء كده يا جماعة. دي بقى العلافات اللي الست كانت سايبة، هي ما شاء الله سايبة كمية كبيرة، يعني مش على قد علفتين تلاتة، لان هي كانت بتربي في كل الاوض دي فراخ. ما شاء الله هي كانت عاملاها زي مشروع. وكانت طبعا جايبه لهم مراوح وجايبه سقايات وعلافات وعامله عشه ما شاء الله يعني عليه. يعني كنت اتمنى ان هي تسيب لي مروحه والله، يعني انا عن نفسي ما عنديش مروحه تحت والله يا جماعه. ربنا يوسعها علينا وعليكم قادر يا كريم.
هنا بقى انا وسامة بنلم السقايات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا في شكارة تانية كنا لمين فيها ازايز الماء والكنزات والحاجة. ولما باجي ابيع الكراكيب انا بفصل ده عن ده، لان ده ما بيكونش بسعر ده. يعني ازايز الحاجة الساقعة والزيت مش زي مثلا سعر الكنزات والحديد ومعرفش ايه، كل حاجة لها سعر. هنا ابو عمر الله يستره ايه، بعد ما خلص السقايات قال لي ريحي انت بقى وانا اكمل الباقي. هو كان باقي الحاجات الخفيفة دي، فهو الله يستره ايه يعملها بدالي. زي ما انتم شايفين كده دي الأوضة اللي فيها الفرن، ده أوضة المطبخ. أنا بطلعش وسمك هنا، احنا طلعنا كم مرة سوا مع بعض هنا. زي ما انتم شايفين كده يعني تعتبر ايه خلاص خلصنا كده. هو يا دوبك يا دوبك الحتة دي بس هتنكنس. انا عاوزة اقول لكم بقى، انا هوريكم هنا حاجة. انا عندي طبعا جبلوه هنا للسطح، فابو عمر عامل البتاع ديت وسنتها كده بماسورة. يعني هي حتة خشبة اعملها مزلقان كده على الشباك بتاع المسقط، علشان الجبلو ده بيوقع مية. فهو عامل المية اللي تنزل على المسقط، ما تنزلش على الصب. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه مخ نضيف. هنا بقى كنت بوريكم النتيجة النهائية اللي احنا الحمد لله الحمد لله خلصنا. ويا رب عيشنا في سترك ودومها على نعمة، والحمد لله على كل حال. وربنا يوسعها على الجميع قادر يا كريم. يا رب يا رب افرجها على الجميع قادر يا كريم. والله العظيم انا بدعاها من قلبي، لان انا اكتر واحدة شفت حاجات في عيشتي ربنا اللي علم بها. يا رب تقبل مني قادر يا كريم. الحمد لله على كل حال. اللي انا طالباه منكم الله يكون الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده شيح بعد ما خلصنا كده ابو عمر مسكه رشه كده في السطح علشان ما يجيش حاجة وحش. ربنا يكفينا ويكفيكم شر الوحش يا رب. رشه داير ما يدور كده جنب الحيطان وعلى السطح، هو مش وحش يعني، ده بيحافظ على السطح. هنا بقى شوفوا كنت طلع عيني الحمد لله على كل حال.